السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. يلا نعمل مع بعض بشاميل برضو في بيت ماما، زي ما عملنا في الفيديو اللي فات محشي في بيت ماما. بيت ماما يعني لما ونتجمع ونعمل أكلة حلوة وناكلها مع بعض. انا بقى كل اللي بيحبني بيحب ياكل من ايدي مكرونة بشاميل، لان فعلا انا بشوف ان البشاميل اللي انا بعمله مختلف عن بقية الطرق شوية. انا مصورتش في اول الفيديو بصراحة، الموبايل ما كانش بيصور وانا فاكرة بيصور. انا حطيت زي ربع معلقة سمنة بلدي وعليها 3-4 معالق زيت. حطيت 8 معالق دقيق، عليهم 1.5 كيلو من اللبن. انا استخدمت 1.5 كيلو. لو اللبن لو الدقيق كان يعني الخليط كان تقيل بنزود لبن، لو كان خفيف بنزود دقيق. واللي انا حطيته ده مش دقيق، ده 3 معالق هرميين كبار من اللبن البودرة، ودي التركة اللي بتفرق في طعم البشاميل قوي قوي قوي. وحطيت 5 مثلثات جبنة، ممكن تحطوا جبنة كاري عادي لو عندكم، وشوية جبنة موتزاريلا من الطارق. جبنة الطارق دي انا اكتر جبنة استقريت عليها بعد لف كتير وتجارب كتير. اكتر واحدة عجبتني وعجبني طعمها بجد يا جماعة، طعمها والمطة بتاعتها حلوة قوي. وحطيت مكعب مرقة، وده اختياري طبعا براحتكم، وشوية ملح لحد ما ظبطت الملح بتاع البشاميل، ورشة فلفل اسود، رشة سكر. السكر برضو بيفرق في طعم البشاميل قوي. وحطيت شوية جبنة موتزاريلا زي ما انا قلتلكوا، وقلبت مع كله مع بعض. اول ما انا كنت مهديه النار، مخليها وسط، مش هاديه قوي ومش عاليه، وسط مايله للهديان لحد ما يوصل للقوام ده. وبطفي عليه، بجيب الصينيه بتاعت ماما الجميله ده، حطيت فيها طبقه بشاميل من تحت، وحطيت عليها المكرونه وعليهم بشاميل. انا بصراحه ما بحبش احط المكرونه على البشاميل واقلبهم مع بعض واحط طبق، لا، بحب كل حاجه تبقى محتفظه بنفسها، يعني المكرونه كده بتبقى مفلفله اكتر. وانا المكرونه هنا لما سلقتها مش مسوياها سوا كامل، مخلياها يعني 3/4 سوا، يعني مش مستوية قوي عشان بتكمل سوا في الفرن. لانها لو مستوية قوي مسلوقة على الاخر بتبقى معجنة، وبيكون طعمها يعني زيها زي البشاميل، تحسوا انتوا بتاكلوا حاجة عجين كده بس. وبس حطيت اللحمة وعليها طبقة جبنة موتزاريلا، بتفرق في الطعم جامد. وحطيت باقي المكرونة. انا بحط كمية المكرونة الاكبر تحت، اللي فوق ما بتبقاش كتير زي اللي تحت. وحطيت باقي البشاميل، وانا مبحطش الجبنة في الاول يا جماعة خالص بصراحة، لان ده دقيق ولبن. الدقيق محتاج يستوي وياخد وش من فوق يتشمع كده، بعد كده احط الجبنة براحتي. حطيت الجبنة لما الدقيق خد وش، لما البشاميل خد وش من فوق، لحد ما توصل لدرجة التحمير اللي انتوا حابينها. لان بصراحة الجبنة لو اتحطت من الاول بتجلد كده وبتبقى طبقة لوحدها، لا، ما بتبقاش حلوة خالص خالص بجد. اصلا انا جربت الطريقتين، لقيت ان الطريقة دي احسن كتير قوي. وبس يا جماعة، هتاكلوا بقى احسن صينية مكرونة بشاميل كلتوها في حياتكم، اقسم بالله طعمها تحفة. التركات اللي اتعملت في البشاميل وهو بيتعمل، اللبن البودرة والسكر والمرقة والجبن اللي اتحطت عليه بتخلي طعمه حلو قوي. وان احنا نكون موطيين النار واحنا بنعمل البشاميل بيخلي الدقيق يستوي، وبيخليه حلو قوي قوي. الطعم بجد هتحسوا باختلاف الطعم عن اي طريقة عملتوها بيها قبل كده. ويا جماعة اللبن بيتحط على الدقيق بارد، لانه لو اتحط سخن الدقيق بيكلكع وبيخرز، وانتوا بتاكلوا هتلاقوا دقيق، كتل دقيق في بقكم، بيكون الطعم مش احسن حاجة. انما بقى لو مضطرين تحطوا اللبن سخن، يبقى تضربوا البشاميل في الخلاط او بالهاند بلندر وهو في الحلة. يا ريت يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت تجربوا الطريقة دي، هتعجبكم قوي قوي. واعملوا لي لايك واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس.